بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من تبع هداه إلى يوم الدين. الأهلي بيفسحوه كعب داير من القاهرة لإسكندرية، ومن اسكندرية للقاهرة، بيبعتوه واخدها كعب داير. الأهلي بينفذ أحكام زي السجين بالظبط، وبترحل من محافظة لمحافظة واخدها يعني كعب داير. دي مش كورة يا جماعة، دي لعب وعذاب وخراب ديار. المباراة زمان كانت دخل وإيرادات، ولكن على ايه الدبورية ده؟ الجماهير بتسافر رحلات وأعداد بالأتوبيسات مجانا يا ولاد الزواج. متى تفتح المدرجات للجماهير؟ ونبعد عن ألاعيب وحيل تذكرتي اللي بتفتح الحجز قبل المباراة بيوم، كأنها بتاخدش نسبة من الإيراد. قصدي اتاوة من الفرق بدل من دعم الأندية في المباريات. لا، احنا بنبتز الأندية ونخرب بيوتها، بالذات النادي صاحب أكبر دخل وأكبر إيراد في مصر، نتيجة لأنه بيمتلك أكبر قاعدة جماهيرية رياضية، ليس في مصر بل على مستوى العالم. وبطولة أمريكا التي شارك فيها الأخيرة، والبطولات اللي بيشارك فيها في الخليج أكبر دليل على ذلك. متى يأتي اليوم الذي نرى فيه استادات وملاعب الأهلي مغلقة بالجماهير ولا يوجد موضع لقدم واحدة؟ أتذكر رحلة مباراتنا مع الأهلي والمنصورة في نهائي كأس مصر. كنا رايحين لاستاد القاهرة، كنا اتغدينا في الحسين، وركبنا سيارة بيجو 7 راكب، متجهين استاد القاهرة. وكان معايا علم المنصورة، والطقم اللي معانا أغلبه زملكاوية في العربية، يعني من المنصورة برضه رحلة يعني. بقيت أخرج العلم من المنصورة من السيارة بيجو، وهاجت جماهير الأهلي اللي كانت كلها، يعني جميع الحارات الشوارع اللي احنا ماشيين فيها